سلام الله عليكم أحبابنا ومتابعينا في كل مكان. هذا الفيديو سريع عاجل ولا أنا في بالي أن كل أسبوع نطرح موضوع مهم، لكن في شيء مهم جدا في عدن لابد لكل إنسان أن ينتبه له. في سارق بطريقة محترفة، يعني سبحان الله عجيبة جدا جدا، وتم تجربته من قبل شخص، وهذا الشخص عزيز علي من يافع حبيبي وقلبي، وجرب هذا الشخص وفعلا طلع الموضوع هكذا. احتيال بطريقة عجيبة جدا جدا جدا. طبعا هذا الشخص متواجد، يمكن يكون من مطعم الشرق من مطعم الشرق إلى يعني هذا الخط مع سيارة ضخمة، وهو من منطقة ما البشر يذكرها، بتسبوا لي وبتنزلوا عليه، ولكن ما حد يتحمل إثم حد. المهم هذا الشخص يجيك بهيئة نظيفة وجميلة جدا، ويجي معاه فلوس مبالغ، ويركز عليك، يركز على فريسته والهدفه، ويقول له اليوم أنا ضيفك. طبعا لما تشوف أنت منظره وشكله جميل جدا، عيش يعني واحد ومع السيارة ما أدري يستأجرها أو يشيلها من حد أو إذا، فتقول له أنت أهلا وسهلا، يعني إيش بتقول؟ فيطرح عندك مبلغ من المال كذا قدامك فوق الكرسي، من جالس في مطعم ولا يمسكها بيده، وبعدين يقول لك لا خلاص شكرا، تقدر تعطيني 10,000. أنت تظن أنه من شخص من برنامج يختبرك، في برنامج تلفزيوني، لأن للأسف كثرت هذه البرامج، واصبح الواحد يقول يا اخي العاد يصوروني، انا بعطيه، انا بيذا العاد يختبروني، يمكن معهم لي جائزه، يمكن معهم لي مبلغ كبير، يمكن. المهم تعطيه 10 ويروح. الرجال يشتغل شغل حريقه، حتى الصرافين الان يعني استغربوا، قالوا ما عاد فيش علينا دخل من الرجال يشتغل رف. فالرجال هذا صاحبنا عزيز على قلبي راح وحصله، وقال له انا ضيفك، قال له اهلا وسهلا وذا، قال له لا حياك، وطرح عنده مبلغ، يعني قدامه مبلغ من المال. فبعدين قال له معك بس 5,000 ريال، تقدر تعطيني 5,000؟ أعطاه 5,000 بس علشان يتيقن، وراح الرجال. احتيال بطريقة عجيبة جدا جدا. هو من محافظة أو مكان معين ما نشيش نذكره، لأن بعضهم بيقول لك، لكن انتبهوا هذا الشكل، هذه المواصفات، هذه الطريقة ينتبه الواحد منه. لا برنامج يصورك ولا يشوف أنت كفو ولا انت مدري ايش، مشان بعدين يقولوا والله هذا السياره لك لانك اعطيت 10. طحسكم الرجال، انتبهوا، هذا احتيال بطريقه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.